هذا وتعتزم وزارة الإسكان إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكلها النهائي خلال 6 شهور لتساهم في منع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية وتضع معايير دقيقة للإيجارات يمنع تجاوزها من خلال الربط الإلكتروني. الزميل ياسر القحطاني والتفاصيل. التلاعب في أسعار الوحدات السكنية تذمر منه الكثيرون، ولكن جاء الوقت الذي يوضع فيه حد لهذا التلاعب. هذا ما أكدت به وزارة الإسكان أن إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكلها النهائي خلال 6 أشهر المقبلة سيساهم في منع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، ويضع معايير دقيقة يمنع تجاوزها من خلال الربط الإلكتروني. وتلفت إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء سيساهم في تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، حيث سيكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها. وقد أعلنت الوزارة ذاتها أن مرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال والمستأجرين والملاك سترفع إلى مجلس الوزراء في الفترة المقبلة تمهيدا لإقرار البرنامج بشكله النهائي. وأوضحت أن المشروع لا يشمل الإيجار اليومي كالفنادق والشقق المفروشة، وهو لا يزال في طور تحسين وتطوير الأدوات للوصول إلى الرؤية التي تتطلع إليها الوزارة في توفير بيئة إسكانية آمنة بصورة نظامية ومقننة. ولفت إلى أن اللقاءات تهدف لمناقشة البرنامج والاستماع إلى مرئيات وملاحظات ومقترحات الأطراف ذات الصلة.